السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك كنتمنى لكم الصحة والسلامة وطولة العمر، وباش ما كتمناو وتعاودوا إن شاء الله يا ربي. علاش لا؟ اليوم جيت غنشارك معكم في قناتي، قناة غيتا ستار بيوتي. جيت غنشارك معكم تحضير المروزية على طريقتي الخاصة، يعني كل واحد وكيفاش كيحضر المروزية ديالو. بهذه المناسبة تبارك الله ما شاء الله جات يعني المروزيه جات عاقده، بصراحه كتشهي كيف ما كتشوفوا في الصوره انها جات معتبره، وكنتمنىكم انكم تجربوها وما تبخلوش عليا بالتعاليق الزوينه ديالكم وباللايكات واشتراكات وتفعيل الجرس، وتبارطاجوا القناه مع الناس اللي عزاز عليكم الى عجبكم هذا الفيديو. وبقاو معايا ما تمشيو فين، دوزوا المقادير وطريقه التحضير ديال هذه المروزيه. ندوزو هنا المقادير كيفاش غنحضروا هذه المروزيه، يعني كيف ما كتشوفوا معايا هنا في هذه المروزيه غنحتاجوا تقريبا كل واحد على قدر المستطاع ديالو. هنا انا غنحتاج ل2 كيلو تقريبا انايا تقريبا لانه ما عبرت ما والو، تقريبا شي 2 كيلو ونص ديال اللحم. هنا احتاجيت المعلقه كبيره ديال سكينجبير، يعني انا كنعبر بمعلقه صغيره، ولكن نتوما على حسب المقادير اللي وجد ديال القياس ديال اللحم، يعني ديروا معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال البزار. يعني انا هنا عندي البزار مخلطه طاحناه مخلط الابيض والكحل. هنا غنحتاجوا معلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي، هنا البزار خرقوم وسكينجبير. نحتاجو الملحه، يعني الملحه كتبقى على حسب الذوق، يعني الانسان ما يكثرش الملحه على حسب حتى الاخر، ولا جاتكم ناقصه ديك الساعه يمكن لكم تزيدوا. اما الا كانت مالح من الاول كتجي مشكله، ما عندك ما ديري. هنا غنحتاجو معلقه كبيره ديال راس الحانوت كما تنقولوا حنا المروزيه. انا هنايا شريتها مطحونه، ماشي طحنت على يديا، يعني شريتها من عند العطار كنتقدم عنده، خديتها طالعه، يعني جمع فيها العشوب كاملين اللي كيكونوا في المروزيه. هنا غنحتاجو كاس ديال الماء، كاس الماء كبير. غنخلطوا هاد المقادير كاملين، يعني نحركوهم بيدينا، نخلطوهم بيدينا، وغنزيدو 2 معالق كبار ديال الثومه من بعد ما حكيتها حكاكه رقيقه، ولا ديك الماكينه ديالها اللي كطحن الثومه. هنا 2 معالق كبار. الثومه كتعطي واحد النسمه زوينه للحم، ونحركوه مزيان بيدينا من بعد ما غسلتهم. تتخلط لنا ديك المقادير كامله مع بعضياتهم، تدخل مع بعضياتهم. غنبداو نشدوا اللحم ديالنا كيف ما كتشوفوا، غنرقدوه في هذيك العطريه ونحطوه في الطنجره اللي غنوجدوا فيها المروزيه. غنستفوه، واللي بغى كاع احسن انها تجي مزيان، يعني خليها مني غترقدي في هاد العطريه وهاد التوابل كامله، غتخليها تقريبا خليها واحد الساعه ولا ساعتين، يدخل في هذيك العطريه في
دخل في اللحم مزيان، احسن كان احسن. واللي كان مزروب وباغي يوجدها ماشي مشكل. غنبقاو نرقدو اللحم ونحطوه في الطنجره ديالنا. تبارك الله راه الخير. يعني الحمد لله كيف ما كتشوفوا هاد اللحم ما فيهش الشحمه كاع، مكاينش حس الشحمه في هاد اللحم. يعني تبارك الله الحولي زوين هاد العام ان شاء الله، خدينا زوين ما فيه لا شحمه لا والو. يعني كيف ما يعني هذا اللحم عادي، ها كيف ما كتشوفوا ما فيه لا شحمه لا والو. غنخويو هاد العطريه كامله، غنخويوها في الجنب. ملي غنخويوها هنا كامله، هادي هي المرقه اللي غنطيبو فيها. يعني حنتها تكون على بوطه مهيله ماشي مجهده بزاف باش يطيب اللحم على خاطرو. غنديرو كيف ما كتشوفوا، غنديرو فوق البوطه. هذا الزبيب هذا رقدتو هنايا تقريبا راه زلافه عامره. خليت منها واحد القياس، انا درتو في السفه، لان هاد المروزيه درت معاها السفه. غناخد تقريبا شي حفنه هكايا في يديا ونخليها للسفه. هنا درت المروزيه تاعنا في فوق البوطه باش تقلى، وحنا كنقلبوا هاد اللحم. يعني ملي غيبدا يتقلى غنبداو نقلبوا فيه. نغطي الطنجره ديالي كيف ما كتشوفوها هو هنايا تبارك الله. يعني تقلات مزيان، باقي ما طابش ولكن تقلى. اللي شوفوا هذاك الماء اللي درت، يعني ما زدت لا ما لا حتى شي حاجه. هذاك الماء اللي درت قلت لكم كاس كبير، يعني شبري كيف ما تنقولوا، هو اللي درته. هنا مني دخلوا للطياب درت معلقه كبيره ديال القرفه. هذيك القرفه كتعلق هذيك المرقه. اللي درت هنا معلقه كبيره، خليتها هي الاخرى ما درتهاش مع العطريه. ودرت هنا على حسب ما كنبغيوش الحلاوه. هذا عسل الحر بقات عندي فيه غير شويه، يعني ما كاملش معلقه. يعني اصلا مثلا كاين ما كاينش اللي عزيز، كاين اللي ما عزيزاش عليه الحلاوه. انا درت هذيك المعلقه تقريبا صغيره ديال العسل الحر. واللي عنده العسل العادي يدير على حسب الحلاوه اللي تيبغي. كاين اللي كيبغيها تكون حلوه بزاف، كاين اللي انا ما كنبغيش حلوه بزاف. وهنا درت هذاك الزبيب اللي كنت مرقده من بعد ما شليته ودرتو في الشبكه يتسقطر. دخلوا يعني اللحم ديالنا راه طاب. كنحركو وغنخليه حتى يطيب مع هذا الزبيب، ودخل هاد القرفه حتى هي تنسجم مع اللحم. صراحه هاد المروزيه جات خطيره والله، الا جات زوينه تبارك الله ما شاء الله. يعني هذه شنو درت هنا من بعد ما طابت ليا، درتها سميتو خليتها بديتها كنديرها في سوبيره ونسخن منها، لان ما بغوش ما كنحطهاش كلها في مره واحده. هنا شديت كاس كبير ديال العنبه خلط بين الزيت الروميه والزيت البلديه. هو اللي هذا هو السر ديالي، انا كنخليه حتى الاخر. ما تنديرش حس الزيت في الاول ما تنديروش، كنخليها حتى كطيب هكا كدخلها الطيب مزيان، عاد كندير هذاك الزيت كيعقدها، كتجي عاقده صراحه. كنخليها هنايا حتى كتشرب هاد المرقه ديالها، كتشربها مزيان. يعني كنحركها هنايا. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي. يا ليلى وصلت على نبي ولا تلهيك سلام. يا ليلى وصلت على نبي، مشتاق القلب
الزعفران اللي عنده الزعفران الحر يديرو داك، يرقدو في شويه الماء طيب، واللي ما عندوش يدير دويمه، هذيك دويمه ديال الزعفران الحر ماشي الزعفران العادي، كيرقدها في شويه، يديرها في شويه الماء سخون باش كتذوب، من بعد يزيدها نازل حتى الاخر. هنا كيف ما كتشوفوا انا كنطيف المروزيه، وفي نفس الوقت دايره السفه كتفور، يعني بغيت نرفق مع هاد المروزيه ندير حتى السفه. هنايا كيف ما كتشوفوها هي المروزيه ديالنا كيف عقادت، يعني مبقاتش المرقه كاع، كتجي لذيذه وخاطره تتشهي الصراحه، كتشهي، ما بقاش فيها النقطه ديال شويه ديال المرقه خاطره. هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو الطبق النهائي ديال المروزيه ديالنا اللي شاركتها معكم اليوم. شديت انا اللوز، كاين اللي كيرميه طنجره، كاين اللي كيزوق به من الفوق. انا شديت اللوز وقليته وزوقت به من الفوق. يعني كنتمنى الطبق ديال اليوم اللي حضرت معكم ديال المروزيه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، والصراحه ما تسخوش بهذا الطبق، الصراحه كيشهي. كنتمنىكم انكم تجربوه، وما تنسونيش بالتعاليق وباللايكات وبالبارطاج مع الاهل والاحباب. والى فيديو قادم ان شاء الله مع قناه غيتا ستار بيوتي لدائما الجديد، والى اللقاء ومع السلامه.